بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم ليلة القدر. لما نقول ليلة خرج النهار. نقول القدر ليلة فضل، ويقدر الله جل وعلا فيها ما هو كائن إلى العام القابل. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهذا تفصيل علمي قبل الإيماني عن هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بليلة القدر وفضلها، وهو أحرص الناس على الخير، فتوخى أن يقومها، فنصب لنفسه معتكفا في العشر الوسطى من رمضان. ماذا يريد؟ يريد أن يتحرى ليلة القدر. لما جاء يوم 20 يعني الليلة التي مضت كانت 19. فصبيحة يوم 20 لما قام صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 20. لما قام صبيحة 20 قام في الناس خطيبا أخبرهم أنه اعتكف ليتحرى ليلة القدر، وأنه أخبر من الله طريق الوحي أنها أمامك، ليست في الوسطى. قال: فمن كان متحريا فليعتكف معي، يعني فليبقى على اعتكافه. ثم قال: وإنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. أسجد صبيحتها في ماء وطين. كان هذا يوم 20. يعني الليلة المقبلة ليلة 21. لما جاءت تلك الليلة قام ولم يخرج من اعتكافه، قام وصلى بالناس. لما كان الفجر في الليل وقفت السماء وسقف المسجد من جريد النخل، فرؤي أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري: فرأيت أثر الطين في وجهه في جبهته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرؤيا تحققت أو لم تتحقق؟ تحققت. لكن هل هي ليلة القدر؟ تحتمل أو لا تحتمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليلة 27 فيما رواه أبي بن كعب، وسجد صبيحة 23 في ماء وطين. هذا الأمر جعل أهل الفقه، الصناعة الفقهية، أهل العلم يختلفون في تحديد الليلة. أنا الآن أتكلم فقهيا محضا قبل الكلام عن الإيمانيات. جعلهم يختلفون. قال عكرمة: إنها ليلة النصف من شعبان، واحتج بحديث عنده: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، على أنها ليلة النصف من شعبان، ولم يوافقه أحد على هذا. خرج قول عكرمة. لماذا خرج؟ لأنه مصادم للنصوص الصريحة. الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا يقبل أن يأتي أحد مهما عظم قدره في الأمة أن يقول أنها في شعبان. لكن أنا أتكلم استقصاء الآن. وقال بعض العلماء: إنها ليلة 17 من رمضان، لأن صبيحة 17 كانت معركة بدر، والله جل وعلا قال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال بهذا 2 من الصحابة. هذا قول آخر. جماهير أهل العلم من السلف والخلف وعليه الفتوى والعمل أنها في العشر الأواخر. ثم هؤلاء القائلون بأنها في العشر الأواخر اختلفوا في تحديدها، فمنهم من قال إنها في ليلة بعينها، ومنهم من قال لا، إنها تتنقل. إذا الآن انقسمنا قسمين. اتفقنا على أنها في العشر الأواخر، يعني هذا الفريق يرى أنها في العشر الأواخر، لكن فريق يقول معين، فريق يقول تتنقل. نبدأ بالذين قالوا إنها متعينة. قال الطائفة ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري: أسجد صبيحتها في ماء وطين. وقال الطائفة الأخرى ليلة 23 لحديث أبي سعيد كذلك: سجد في ماء وطين. وقال آخرون ليلة 27 يقينا لحديث أبي بن كعب، كان يقسم أنها ليلة 27، وحديث ابن عمر أنها ليلة 24. فهؤلاء من قال بالتعيين. من قال بأنها تتنقل قال إنها تكون في كل عام في ليلة بعينها، لكن لا يلزم أن تكون في العام، بهذا العام مثلا، في نفس الليلة التي كانت في العام الماضي، أو ستكون في العام المقبل، لأنه لا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث التي وردت وهي صحيحة إلا بهذه الطريقة. هذا عمدة الرأي. وقالوا إنها في ليالي الأوتار أرجى منها في ليالي الشفع. في ليالي الأوتار أرجى منها في ليالي الشفع. ويبقى
تعيينها تحديدا مما لا يعلمه إلا الله، وهو مجال للسبق والتنافس